لو فاكر إن خبطة البيجو اللي أنا حكيتها لك امبارح دي كانت آخر المطاف، تبقى واهم يا صديقي. بس المرّة دي ما كنتش في أولى إعدادي، كنت كبرت بقى واشتغلت مهندس قد الدنيا. كنت طالع مع الشغل رحلة إسماعيلية على فايد كده. المهم وصلنا والدنيا تمام، وانزل يا معلم هنخش الشط ونبلبط بقى. لا والله ما فيش يا حاج. هو إيه اللي ما فيش؟ أصل في ناس زمايلكم كانوا هنا الأسبوع اللي فات وبهدلوا لنا الشط، فأنتم no. يا عم الحاج عيب الكلام ده، أبدًا. يعني إيه، هنوصل فايد وما ننزلش البحر؟ ده أنا قلعت وبقيت بالشورت والفانيلا. الغريب بقى الناس كانت واثقة فيّا بطريقة غريبة أوي، وأنا ما أقولكش لمّا الناس بتبقى واثقة فيّا بابقى عامل إزاي. باتوتر. آه والله باتوتر أوي. يا باشمهندس سيبك من اللي بينظم الرحلة وشوف لنا أنت شط نقعد فيه. خلّي بالك كمان الحتة كانت موجودة، يعني أطلع من البحر على الخطوبة على طول. بس المهم أنجح في المهمة العظيمة دي. قُلت للسواق اطلع يا ابني، ما أنا ريّسه بقى. وأنا وقفت على الباب مستني شط تاني نخشه. وأنا واقف على الباب كان اعتقادي إني واقف على السلِّمة التانية في الأتوبيس، لكن الحقيقة كنت واقف على السلِّمة الأولى. فلمّا قربنا من الشط باجهز عشان أنزل، فحطيت رجلي على السلِّمة الأولانية اللي في خيالي اللي هي إيه، أيوه بالضبط، الأرض. أنا اتمرمغت في الأرض. مامة الحتة قالت لها ما تبُصّيش، افتكروني مُت تقريبًا. أنا دلوقتي بالمس بإيدي المكان اللي اتجرحت فيه. هو الصراحة ما كانش جرح، كانت سلخ. الجلد اتشال في المنطقة كلّها اللي في الدراع اليمين، بس الحمد لله يعني خلاف كده ما كانش في حاجة خطيرة يعني. حتى أمّا رُحت المستشفى هناك قالوا لي حافظ عليها وهي هتبقى زي الفل. نزلت على طول يوميها البحر تصديقًا لأسطورة إن مَيّة البحر بتنضّف الجرح. وفين الجرح؟ ده إيدي كلّها مسلوخة، بس تمام. لمّا رجعت القاهرة الدكتور قال لي: "إحنا في الصيف ما تحطش عليها أي حاجة، سيبها كده تلِم." فبقيت ماشي والناس خايفة من منظر إيدي. قعدت شهرين تقريبًا عقبال ما لمِّت شوية، بس استفدت من الموضوع ده. ما عُدتش ركبت مع السواق ده تاني.